السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنسمي ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده هنعمل أسرع أكلة وأنت قاعدة، مش هتقفي على البوتاجاز، هتحضري حاجتك وأنت قاعدة كده في ثواني هتعمليها إن شاء الله، مفيش نص ساعة عشان الأول تيجي من المدرسة يلاقوا أكل. هنعمل النهارده صينية بطاطس بالسجق، وهنبدأ نقول المقادير إن شاء الله. معايا بتاع نص كيلو بصل مقطع جوليان كيدز، ومعايا كيلو بطاطس. لو انتوا ناس مثلا عندك 8 افراد او 10 افراد ما شاء الله اعملي كيلو ونص، لكن لو مثلا 4 5 6 اعملي كيلو بطاطس كفايه. وعندك لو عندك في التلاجة فلفل رومي الوان، اصفر احمر، عندك فلفل اخضر رومي مقطع حلقات كده، قرنين فلفل حامي عشان طعم الاكل. عندي كيلو من السجق، مش نص كيلو، ده كيلو من السجق. عندي بصل بودر، توم بودر، توم متقطع تقطيع رفيع، بهارات فراخ، وعندي فلفل اسمر، وعندي كمون وعندي كيلو طماطم، وعندي الملح طبعا، وعندي نص كوبايه ميه. كده هنسمي ونصلي على رسول الله في ثواني هنعمل صينيه احلى صينيه بطاطس ممكن تاكليها ني في ني. على فكره انا السجق ده حطاه في الطاسه حبه زيت، وده اللي جاي ما رضيتش اعمله في السمنه لانه كله دهون، فده قلبته في الزيت عشان يديه يبقى ماسك نفسه. هنسمي ونصلي ونبدأ بالصلاة على النبي. أول حاجة هنعملها نحط البصل إن شاء الله. أدي البصل، وهنبدأ نحط معلقة ملح، ونحط الفلفل الأسمر. أول حاجة اللي نحط المقادير كلها هعمل زي ما اتعودتوا، البصل لازم أدعكه مع الملح والفلفل الأسمر كده عشان يطعم الأكلة معايا. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بدعكه كده كده، وابدا احط بقى، ابدا احط اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد جميع البهارات، بهارات الفراخ والبصل بودر والثوم بودر والثوم اللي هو متقطع رفيع وحبه الكمون، وابدا اقلب كده اهو، وابدا احط البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. كيلو من البطاطس هتعملي احلى صينيه وبارخص يعني فلوس. انت ممكن تعملي وجبه كامله متكامله جنب طبق رز ابيض، جنب رز بشعريه، رز واحده بواحده زي ما تحبي. بتقلبي كده بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا عايزه البصله تاكل من البطاطس تاكل من البصل اللي فيها ملح وفلفل اهو اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونبدا نعملها كده اهو اهي، ونرصها بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبدأ بقى نرص السجق بتاعنا. بسم الله. طبعا انا قلت لكم احطها في حبة زيت وأقوم دحرجاه فيه اهو. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندك واحدة ماجي حطش، ما عندكيش واحدة ماجي ما تحطيش. عندك فلفل ألوان حطش، ما عندكيش برضك ما تحطيش. المتواجد عندك على قد ظروفك تعملي وفرحي عيالك اهو. يعني صينيه بطاطس بالسجق، كيلو بطاطس على كيلو طماطم. انا عارفه ان الطماطم غاليه. ما عندك معلقه صويا صوص حطي، ما عندكيش ما تحطيش. يعني الموجود المتوفر في بيتك وعندكم الخير ان شاء الله اعمليه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احلى صينيه سجق ممكن تاكليها ني في ني، ووضبي حاجتك وانت قاعده كده، مش هتاخدي يعني نص ساعه. موجوده في التسويه لو عندك فرن افتحي تحت الاول على 180 او 200 وحطيها على الشبكه، مش على الصاجه، لا على الشبكه عشان ما تشيتش منك. لو ما عندكيش افتحي البوتاجاز تاخديها غلوه ووطي عليها خالص. ليه توطي عليها؟ عشان ما تشيتش منك. يعني تاخديها غلوه، وكل ما توطي على البطاطس والاكل تحسي ان الاكل بيستوي تسويه هايله. كده انا خلصت اهو الاكل بتاعي. هبدا احط كيلو قوطه. ما عندكيش كيلو قوطه عشان القوطه غاليه حطي نص كيلو قوطه عادي. البطاطس ما بتعوزش قوطه كتير، في ناس بتعملها بيضه كمان. بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله.
كده انا حطيت ملحي وحطيت حاجتي كلها. نصلي على رسول الله، ما نرميش اي حاجه نهدرها كده اهي اهو. وهنحط معلقتين سمنه. سمنه الجنه دي حاجه خيال بصراحه، بامانه. دلوقتي هحط معلقتين سمنه كده من على الوش. ما عندكيش سمنه حطي زيت، لان طبعا السجق مليان دهون. حطي زيت. بسم الله. بس. وحطي بقى ايه، نص كوبايه ميه في الارض كده عشان تبدا تستوي. هدخلها ان شاء الله الفرن. انا عندي هشغلها على الفرن على 180 او 200 على الشبكه، مش على الصاجه تحت، على الشبكه. ما عنديش فرن احطها على البوتاجاز من فوق، اخدها غلوه قوي وبعد كده اوطي عليها خالص تاكل مع نفسها. هتدوقي احلى صينيه بطاطس بالسجق ان شاء الله، هتدعوا لي فيها باذن الله. ودلوقتي رجعت لكم اهو بعدها بنص ساعه بعد ما دخلتها الفرن، وده الشكل النهائي ليها. والبطاطس اهي استوت خالص اهي، استوت نص ساعه بالظبط تحت وفوق. ما عندكيش بفرن دخليها على البوتاجاز، علي عليها تاخد غلوه ووطي عليها خالص. وده الشكل النهائي للبطاطس المسجوق. جميله، هتعجبكم قوي 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 ما شاء الله تبارك الله. وبألف ألف أنا وشفا. إن عجبتكم الوصفة إن شاء الله فعلوا لي الجرس واشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.